ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللي معاكي ده يا غدوة ده قرنبيط يا بنات. احنا في الموسم بتاع القرنبيط. يلا بقى هاتوا وخزنوا عشان تعملوا وجبة كده جنب رمضان في الاكل بتاع رمضان. كل سنة وانتم طيبين. انتوا عارفين ان القرنبيط رخيص دلوقتي في السوق. يلا يا بنات بقى تعالوا نشوف هنعمل القرنبيط بتاع التخزين ده ازاي بطريقة سهلة جدا جدا جدا. يلا يا بنات تعالوا بقى نشوف. صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه يا بنات؟ انا طبعا بقول لكم صباح الخير على اساس ان انا بصور بعد الفجر. انا جبت قرنبيط يا بنات امبارح كده حلوه، والقرنبيط في السوق دلوقتي متوفر، يعني على قد ما تقدري شيلي وفرزي علشان لما تعوزي لعيالك تعمليه في الفريزر. بصوا يا بنات، طبعا كلنا عارفين فوائد القرنبيط، بيبقى مهم جدا للمناعه ويمنع الميكروبات وبيمنع الامراض اللي مش كويسه. بعيد عن السامعين يا رب وبعيد عنكم وعننا. اي حاجه وحشه بيبعدها القرنبيط، كتر اكلها حلو مفيد. هنفغصها بطريقه سهله جدا يا بنات، حلوه قوي. طبعا انا عملت القرنبيط، شلت حبه هعملهم النهارده وحبه شلتهم فغصتهم. لما تجيبوا القرنبيطه يا بنات ما تجيبوهاش مفرغه كده وفاضيه كده، لا هاتوها حلوه، يعني حلوه مليانه كده اهو ولازقه ببعضيها وبيضه. ما تجيبوهاش يا بنات سودا، لا هاتوها بيضه. ماشي، يلا بقى عشان ما نطولش عليه على الفيديو. انا هنا حاطه ميه مغليه فيها كمون وفيها معلقه ملح. طبعا عشان تفغزي القرنبيط مش هيتغلي ومش هيستوي، لا هياخدوا دقيقتين. هنوريكم ازاي يا بنات. مش يا دوبك بس ياخدوا تقلبتين كده اهو بس في الميه، دقيقتين بالظبط يا بنات. ودي ميه ساقعه بالتلج، تلج جامد قوي اهو يا بنات، ساقعه قوي. هنطلع من هنا وهنحط هنا من هنا وهنوريكم هنعمل ازاي. نقول بسم الله. يا حبايبي قاعد دقيقتين بالظبط في الميه. بصوا يا بنات دقيقتين بالظبط، امسكوا كده اظبطوا الموبايل بدقيقتين بالظبط وطلعوه كده اها، عشان احنا مش عايزين نسلقه. احنا لا مش عايزين. الميه الساقعه اهي تاخد صدمه بالسخونه. يا بنات حطيناه في ميه ساقعه بتلج قوي اهو. هناخد بقى واحده واحده كده وهنصفيها. لازم تتصفى قوي قوي يا بنات علشان ما يتحطش في الكياس وفيهم ميه اهو يا بنات. الصفى ونشف خالص من الميه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطه بقى في اكياس، عايزه تحطي في اكياس حطي في اطباق براحتك يا حبيبه قلبي. نقول بسم الله. يا بنات هنحطه كده في كيس ونخلص بقى ونعبي كده كله. بصوا يا بنات طبعا القرنبيط ده لما تيجوا تطلعوه ان شاء الله تعملوه الوجبه مش هيستوي تاني، هو خلاص كده. يا دوبك بس تعملي التتبيله اللي انت بتعمليها للقرنبيط وتحمريه بس كده وتحمري بس، هو كده خلاص هيتحط في الفريزر خلاص كده يا بنات. بس هو مش مستوي لنص بس يعني واخد دقيقتين بالظبط. فاهمين يا بنات؟ يعني يا دوبك هتطلعي منه على التتبيله اللي انت هتتبلي بيها. بقى خشوا بقى كده واعملوا بقى لغدوه لايك بقى كده وكلمه حلوه وقولوا لي ايه رايكم في القرنبيط ده. يلا يا بنات تعالوا بقى اعملوا لايك بقى كده واكتبوا كلمه حلوه. باي باي.